السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. كل سنة وانتم بألف خير. النهاردة هنعمل حلو سريع وسهل وبسيط جدا، مش هياخد منكم وقت. هنعمل الجلاش. بصوا، انا غليت كيلو لبن فقسمته بالنص، سبته يبرد عشان اخد القشطة بتاعته احطها في المهلبية. طبعا المهلبية دي عملناها قبل كده، اللي هي بنزود القشطة فيها. ففي ناس يعني بتسميها قشطة وفي ناس بتسميها مهلبية. مهلبية بالقشطة، وسميها زي ما تسميها. وبنحشي بيها الجلاش. بنجهزها، بنحط معلقتين حلوين كده كبار نشا، وبنقلبهم في الكوبايه بحبه ميه صغيرين، وبنضيفهم على نص كيلو اللبن. اللبن مزودين فيه القشطه بتاعت الوش اللبن. قلبناها كويس خلاص، وهنسيبه يبرد، وهنروح للجلاش. انا بجيب الجلاش العادي خالص اللي هو بيتباع عند الراجل بتاع الكنافه. ما شاء الله بيحط كتير وحلو. بصوا، هو انا ورقه الجلاش قطعتها كلها، يعني زي ما هي على بعضها، ما قسمتهاش. عايزه تقسميها عشان هتعملي الضعف سنتين، بس هتبقى الورقه بتاعتها خفيفه، يعني ممكن تتحروق اكتر، ممكن ما تبقاش فيها المدغه الحلوه بتاعتها دي، الشده الحلوه. انا عملتها زي ما هي. عايزه تقسمي اللفه، شيلي نصها قبل ما تقطعي، وبعدين قطعي النص التاني. جهزتها ودهنت الصينيه كويس بالزبده او سمنه الموجود عندك. وطبعا احنا خلاص المهلبيه عملناها وشلناها، والقشطه شلناها خلاص تبرد، وقطعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه بالمنظر ده حبايبي. سهله وما خدتش 10 دقايق وكانت مستويه. يعني بنقطعها زي السمبوسه كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بتقطعيها زي ما هي كده وبترصيهم في الصينيه. احنا دلوقتي ولا دهنا سمنه من جوه ولا زبده ولا حاشينها اي حاجه خالص خالص، زي ما هي كده. ما حشيتهاش اي حاجه ولا دهنتها اي حاجه خالص. بقطع بس اهو. اوريكم كده الشكل كمان. و بنرصهم في الصينيه. طريقه سهله وبسيطه. لو حابه تعملي حاجه حلوه سريعه، او الولاد عايزين حاجة حلوة في البيت، ضيف جالك فجأة، بتلاقيه طريقته سهلة عن يعني عن بقية الحلو يعني. ولا دهان أي حاجة زي ما قلنا، بس من فوق خلاص. يعني احنا من جوه ما دهناش أي حاجة. بندهن على الوش، والصينية طبعا مدهونة كويس، فانت رصيتي الحاجة فهياخد برضو السمنة أو الزبدة اللي انت دهناها. وبندهنهم كويس على الوش بس، انما من جوه ما حشيتهمش ولا دهنتهم أي حاجة لسه. خلاص كده. و هندخلهم الفرن. دهنا الوش بتاعهم وهندخلهم الفرن. طريقة سهلة وبسيطة. طبعا احنا الشربات ده عملناه قبل كده مع بعض. بنحط كوبايتين سكر على كوباية مية، وبنحطهم على النار. يعني السكر بيبقى ضعف المية. بنحط الليمونة وبنحطهم على النار 10 دقايق وخلاص. احنا عملناه قبل كده مع بعض. ده بعد ما طلعناه من الفرن، والشربات بتاعنا كان جاهز وبارد من بدري عندي زي ما اتفقنا قبل كده. بعمله احطه في علبة ولا ازازة، احطه في التلاجة وخلاص كده. ما خدش وقت خالص، ولونه حلو وطريقته سهلة. وبعدين اهو خلاص معايا القمع الحلويات. هحط فيه القشطة واروح فتحة، بتتفتح بسهولة قوي قوي. شايفين عاملة ازاي؟ واحط فيها من جوه المهلبية، وتبقى طعمها روعة روعة وسهلة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم حبايبي، وكل سنة وانتم بألف خير. ما تنسوش حبايبي التعليقات واللايك، وشكرا لكم حبايبي، والسلام عليكم.